بنتي عاوزة مهر يليق بيها. فرد عبد الله: ربنا يقدرنا. قال الغطريف: عاوز مهر 1000 مثقال من الذهب. فرد عبد الله: لك ذلك. 5000 درهم. يرد عبد الله: لك ما طلبت. زود أبوها 100 ثوب من الأبراد. لك ذلك. 5 أقرشة من العنبر 20 من المسك. فيجيب عبد الله: لك ما طلبت. صدمة الغطريف من إجابات عبد الله خلته مش عارف يقول إيه، فسأله عبد الله: هل وافقت على الزواج؟ فرد: نعم. فبعت عبد الله رجالة يجيبوا المهر من ماله، واحتفلوا بخطبة ريا وعتبة. وفضل الأنصار مقيمين عند بني سليم 40 يوم استعدادا للفرح. وفعلا اتجوز عتبة ريا، وبعد الجواز على طول أخدها وابتدى هو وأهله رحلة الرجوع للمدينة المنورة. وركبت ريا على هودج، وأخدت مهرها ومجوهراتها وتحف كتير، وحملوا كل ده على 30 جمل. وفي رحلة الرجوع وصل خبر قافلتهم المحملة بالخيرات لقطاع الطريق،